النهارده بقى جايه لك باختراع جديد ولاول مره تشوفيه على اليوتيوب، بجد حاجه كده هتنبهري بيها. تفصيص البسله بكل سهوله. زمان كنا بنقشر البسله وبنتعب فيها وده عمرنا واحنا بنقشر البسله غلط. تعالى اقول لك بقى على الفيديو النهارده هتقشري البسله بكل سهوله بالكيس اللي انت شايفاه ده. هتفصصي لو كان قدامك جبل كده من البسله هتفصصيه في ثواني بسرعه الصاروخ كده، هتلاقي نفسك قشرت البسله كلها. بس يا ريت قبل ما نبدا يا ريت تشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني، تنوري قناتي وما تنسينيش في اللايك يا ستي الحلو منك كده، لايك حلو منك كده عشان ترفعي الفيديو لاكبر عدد، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديو جديد يوصلك باشعار ان انا عملت فيديو جديد النهارده. وتعالوا ما اقولك بقى هنقشر البسله ازاي وبسرعه ازاي، وحتى لو قدامك كميه كبيره جدا زي ما انت شايفه كده. اول حاجه انا هشيل اي حاجه كده مش عجباني او مقشره او بايظه، انا هشيلها. يعني انا هبتدي افرز البسله الاول قبل ما اعملها بالخطوه اللي جايه دي. يعني لازم تكون البسله قدامي كده صاحيه ونظيفه، واي بسله مش كويسه فيها شوائب او بايظه هبتدي اركنها على جنب كده وانقيها، وابتدي كده اقوم جايبه ميه مغليه. اجيب اكون مغليه ميه كده في الكتل او في حله كده ميه مغليه، واقوم حاطه فيها الكميه اللي انت عايزاها. بقى هتشوفوا بطريقه جديده ولاول مره على اليوتيوب تشوف الطريقه دي، ودي بجد من اختراعي وفكره عبقريه وهتريحك كتير في تقشير البسله. بس يا ريت تدعميني بلايك حلو منك كده، ما تنسينيش في اللايك. ويا ريت تقولي لي انت بتابعيني من انهي بلد، ما تنسيش تقولي لي بتابعيني من انهي بلد. اول ما تنزلي بقى البسله في الميه السخنه المغليه تلاقيها ابتدت تفصص لوحدها. انا معايا الكيسه دي طبعا بعينها من سنه لسنه كده زي ما انت شايفه. لو عندك كيسه قماش زي ما انت شايفه كده، بس انا بحبها غامقه عشان ما تتوسخش معايا واقدر احافظ عليها المره الجايه اعمل بيها بنفس الطريقه. وابتدي احط بقى البسله زي ما انت شايفه في كده في الكيسه. هتكون بقى خلاص هي لانت معايا خالص، وابتدي اقوم ماسكه الكيسه دي واضمها على بعض وابتدي اقشر بالطريقه اللي انت هتشوفيها دلوقتي. عايزه اقول لك اسهل طريقه لتقشير البسله. عايزه اقول لك ان انت مجرد ما تحطيها في الميه السخنه وتطلعيها هتلاقي القشره فصلت، البسله بعيده عن القشره خالص. يعني سهل جدا، حتى لو ما عندكيش الشنطه اللي انت شايفاها دي ممكن تفصصيها برده في ثواني بمجرد ان انت هتحطها في الميه السخنه وتطلعيها. ابتدت تقشر يعني مسافه، شوفي ما عملتها فركتها فركه بسيطه كده بلاقي القشره طلعت، البسله طلعت من القشره في ثواني. بجد فكره عبقريه جدا واختراع. وهقول لك على خطوه مهمه جدا في اخر الفيديو، يا ريت تتابع الفيديو للنهايه لان الفيديو ده مليان كلها خطوات مهمه جدا، والفيديو بجد هتستفادوا منه كتير. وما تنسينيش في اللايك، يا ريت تدعميني وترفعي الفيديو لاكبر عدد باللايك بتاعك الحلو منك كده، وشكرا جدا على اللي عمل لايك. هبتدي بقى افصص الكميه اللي انا عايزاها. عايزه تعملي كميه اكتر من كده اعملي، انا خلاص اهو فصصت الكميه اهو. هقول لك بقى على طريقه حلوه قوي لتخزين البسله. احنا خلصنا خالص اهو التفصيص البسله بطريقه سهله. هبتدي بقى احط معلقه من الملح ومعلقه من السكر. هتقولي لي بتحطي معلقه سكر ليه؟ عشان دي مواد حافظه للبسله وبتفضل بلونها وخضرها. على فكره الفيديو ده فيديو جديد جدا للناس اللي راحت تفصص بسله او بتخزن بسله، بجد هتستفادي منه كتير قوي. فاللون البسله هيفضل معاك اخضر لاخر بسلايه في الفريزر. يعني انت لو تقعديه سنه البسله تفضل معاكي باللون اللي انت شايفاه ده. شوفي لون البسله عامل ازاي، هيفضل هتحتفظي بيه كده. هقولك على فكره بقى واختراع برضو في اخر الفيديو هتشوفيه دلوقتي. اول ما نخزن البسله دي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هقولكوا على طريقه حلوه قوي لاحتفاظ البسله لو ما عندكيش اكياس او ما عندكيش علب. هقولك على فكره حلوه دلوقتي في اخر الفيديو هتشوفيها. لو انت ما عندكيش اكياس او علب تخزني فيها هقولك على فكره كويسه. خلاص احنا خزنا الكميه كلها او عملت الكميه كلها في الميه السخنه، وبعد ما اعملها بالميه السخنه زي ما انت شايفه كده هقوم عامله لها صدمه بالميه الساقعه. وانا معايا الجزر برضو هحطه في الميه السخنه كده ياخد لون كده حلو كده ويبقى مورد الجزر معايا عشان ما يغمقش في الفريزر معايا وما يكرمش كمان البسله ما تكرمش. بعملها بالخطوه دي. اول ما بنزل عليها بالميه الساقعه المتلجه كده، دي ما تخليش البسله تكرمش معايا، تفضل محتفظه كده بشكلها كده زي ما انت شايفه لاخر بسلايه في الفريزر. على فكره الفيديو ده مهم جدا جدا وفعلا هتستفادوا منه كتير. بعد ما اعملها كده الصدمه اللي انتوا شايفينها دي تفضل البسله معايا مورده كده زي ما انت شايفه كده. انا بقى ما عنديش علب وما عنديش اكياس، هقول لكم هنخزنها في طريقه حلوه دلوقتي. اقول لك بقى تجيبي ايه، تجيبي ازازه ميه فاضيه. عارفين ازاز الميه دي اللي احنا بنرميها دي؟ طبعا عندنا كنز انتوا ما انتش عارفين. الازاز دي انا مش هرميها، ابتدي اخزن فيها الكميه اللي انتوا شايفينها دي. هقوم قطعها من النص كده واعمل لها فتحات عشان تبقى جراب معايا كده وتخش بسرعه بسهوله، ما تصعبش عليا قفله الغطا كده، الجراب اللي من فوق ده او الجزء اللي من فوق ده في قفل الازاز. ببتدي اعمل له فتحات دلوقتي، هتشوفوا دلوقتي انا بعلم لكم بايديا كده. هبتدي بقى اعمل فتحات كده ايه، كذا
فتحه كده عشان لما اجي انزل الغطا الازازه من فوق تقوم قافله معايا. دي اكتر حاجه هتحتفظ بالبسله وتخلي البسله معاكم ما تكرمش ويبقى طعمها كويس جدا. في ناس بتشتكي وتقول البسله بتبقى فيها مراره شويه، لا، دي اكتر احتفاظ بالبسله، وتطلع معاك البسله زي ما تكون مفصصاها دلوقتي وطعمها وشكلها ولونها. بجد احسن طريقه تفصيص البسله ومش هتاخد معاكي مكان في الفريزر. ودي بجد فكره عبقريه جدا جدا جدا، ويا ريت تشيروها لاصحابكم. الفيديو ده مهم قوي، يا ريت تشيروه لحبايبكم واصحابكم كده عشان يحتفظوا بيه، ويا ريت تحتفظي بالفيديو ده. بعد كده لو انت عندك العلب دي، برضو العلب دي جميله جدا باحتفاظ البسله، بتخلي البسله كده بلونها كده وشكلها وطعمها ما بيتغيرش في الفريزر. بجد الاطباق دي جميله قوي ومش غاليه، الطبق حوالي ب5 جنيه، اعمل 5 جنيه. ولو ما عندكيش الاطباق ممكن تستغنى عن الاطباق خالص وتعملي في ازايز زي ما انت شفت كده. طريقه سهله وبسيطه جدا بجد. يعني في فيديو النهارده كله استفاده وفيديو جميل جدا، ويا ريت تكونوا استفدتوا او عجبكم الفيديو. وباي باي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يا حبايبي، وباي باي.